العيد السنة دي مختلف. عيلتي كلها متجمعة لأول مرة من فترة كبيرة، فقلت لازم استغل الموقف، فقررت إعادة إحياء عادة فاطمية اكتشفتها وأنا بدور على أصل كحك العيد. زمان أيام الفاطميين كان في مكان اسمه دار الفطرة، الدولة نفسها كانت بتعمل فيه كحك العيد وتوزعه على الناس علشان تنشر الفرح، وكانوا بيحطوا في الكحك ده هدايا زي دنانير، وكانوا بيسموا الكحك ده أفطن إلي علشان اللي بياكله لازم يبقى عنده فطنة للي جواه. وبما إني السنة دي أول مرة أعمل كحك، قررت أحط في كحكاية مبلغ لعبة، واللي هيلاقيه هديله نفس قيمة المبلغ في الحقيقة. وادي الهدية هي جهزتها واخدت الكحك ورايحة لهم. انا متحمسة جدا اعرف مين اللي هيطلع له الهدية اللي في الكحك. تعالوا معايا نشوف. استنى بقى، دوس في الكحكايه. كحك ساره عاملاه لك حاجة؟ حاطه جايه عجوة برضو؟ كل انت وحظك. يا بقى طمي بقى بس خلي بالك من سنانك. ايدك يا سوسو. عادش برضو؟ هبقى بصور فيديو. لا عشان مين انت بتقول لك اللي جوه ده؟ كسبتي كسبتي. تيتا تقول لي ايه اللي جوه ده؟ الهديه هنعرف الهديه. طلعت لتيتا يا ايه جماعة. ده؟ كل ده بتفتحوا ايه؟ ايه؟ 100 جنيه. ثانية بقى. 100 ده كسبت 100 جنيه. ايه ايه مني امال ليك انت يلا. لو الفكرة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت. السلام عليكم.